إذن فتعظيم الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة تعظيما شرعيا. ومن يعظم شعائر الله، أول خطوة عند المسلم أن يعظم شرع الله، سواء عمل بذلك أم لم يعمل. الخطوة الأولى. والحد الأدنى من العمل، كاين واحد الحد الأدنى هو اعتقاد، هو توحيد. الحد الأدنى من العمل تركه كفر، وما سوى ذلك واجبات ومكرمات وفضائل. لكن كاين واحد الحد الأدنى، هذا هو الذي لا ينفك عن الإيمان. لكن التعظيم ما هو في كلام، فلك يستهزأ بالملائكة وبالأنبياء وهذه راه نكسة وكذا، هذا ولو كان قواما صواما وعنده القراءات العشر وجاهد في سبيل الله 70 عام لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه التعظيم اللي هو التوحيد، تستهزئ بالملائكة وتمثل بهم وتستهزئ باليوم الآخر وكذا. ومن يعظم شعائر الله، المرجئة ما عندهمش تعظيم شعائر الله نهائيا. ولهذا كان الثوري يصف المرجئة دينهم رقيق، وسعيد بن جبير كان يصف المرجئة بأنهم يهود أهل القبلة. اليهودي لا كيهضر فمو راه كيهضر على الدين، ولا يعمل اليهودي أي شيء من أعمال الخير. كان سعيد بن جبير يقول المرجئة يهود أهل القبلة. تعظيم تعظيم السنة. انت يعني باقي ما درتي شيء اللحية في وجهك، الله يوفقك ديرها، لكن أن تعظمها وأن تحبها. ما باقي كتلبس ديك الذكر في طاقاج راسك، الله يعفو عليك منها، لكن تعظم اللباس الشرعي، تعظمه. هذه الخطوة الأولى. هذا أما خلاص حوايج أخرى لا بد فيها من العمل. العمل هو أنواع، باش ما تقولش شرط كمال شرط صحة، هذيك الفدلكة ديال المتكلمين. هذا الكلام ما كانش عند السلف، لكن نشرحوه من اللي ولا كاين. ما هو ما كانش، لكن من اللي ولا كاين ما نبقاوش نتفرجوا. نقول وشرط صحة باعتبار حتى لا نوافق المعتزلة والخوارج، ونقول وشرط كمال باعتبار حتى لا نوافق المرجئة، وتبقى عندنا عقيدتنا في المسمى الإيمان عقيدة الحق.